ربنا يكفينا ويكفيكم شر حاسد قاعد بيحسب لك كل حاجة. فلان جاب بيت جديد، انت عارف هو جابه ازاي؟ مش يمكن عليه اقساط قد كده ومديون؟ جاب عربية، انت عارف برضه هو جابها ازاي؟ ما يمكن بقاله سنين بيحوش في تمنها وباع حاجات كتير عشان يعرف يجيبها، عشان ترحمه هو ومراته وعياله من المواصلات، او حتى عشان يشتغل عليها. انت عارف ظروف الناس ايه؟ دي معاها دهب كتير، مش يمكن بقالها سنين بتجمع في الدهب ده قطعة قطعة من شقاها وتعبها، عشان عارفة ان ولادها ملهمش اي حد غير ربنا سبحانه وتعالى، وبتفكر ليل نهار هتكبرهم ازاي وتجوزهم ازاي وتعلمهم ازاي، فيبقى مبلغ يتسندوا عليه لما يكبروا. ما هو محدش هيقف جنبها غير ربنا سبحانه وتعالى. بنحسد الناس ليه؟ بنتدخل ونحشر نفسنا بين ربنا وعبد من عباده ليه؟ انت شايف خلف الكواليس بس، لكن مش شايف اللي جاب الحاجة دي جابها ازاي، وازاي دفع تمنها من صحته وسهر وتعبه وشقاه، عشان تيجي انت بعينك وحسدك وحقدك تكسر فرحته بالحاجة اللي بقاله سنين بيحاول يجيبها.